السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. احنا النهارده مش جايين في تعاون، احنا النهارده جايين في دعم قناه لسه جديده، قناه بجد انا حباها وتستحق دعمكم. دي مش قناه هقول لكم صديقتي ولا حبيبتي، دي اختي يعني. ربنا يخليها لي يا رب. دي اختي الاصغر مني، ايمي. فايمي دي قناتها جميله جدا، هي بالفعل شغاله على نفسها كويس جدا، وكمان هي حابه الموضوع بجد حباكم كلكم تدخلوا وتساعدوها وتشوفوا قناتها، وكمان تشتركوا في قناتها وتفعلوا الجرس لانكم هيوصل لكم بالفعل وصفات جميله جدا. الموضوع صدقوني هي درساه، وكمان حابه جدا الموضوع. وطبعا لو انتوا شجعتوها واشتركتوا في قناتها، ان شاء الله هترسل لكم حاجات جميله جدا. هي عامله حبه فيديوهات من الروائع، عامله فيديوهات للشعر، وعامله تبييض الوجه وتبييض الايدين، وعامله كمان تسمين الخدود، وعامله كمان للهالات السوداء تحت العين. يعني بجد هي عامله لكم حاجات جميله جدا. بدعو كل العرايس وبدعو كل السيدات اللي بتحب تعتني بجمالها وكمان بانوثتها، يا ريت تشوفي قناه ايمي احمد. قناه ايمي احمد بسم الله ما شاء الله، قناه جميله جدا وعامله فيديوهات والله العظيم يا بنات بجد. يعني هي ما بتحطش اي فيديو ولا اي حاجه غير ما تكون عاملاها وعن نفسها ومجرباها، يعني وصفات مجربه وجميله جدا. وقناتها ان شاء الله هتبقى من القنوات المرموقه على اليوتيوب، وطبعا ده بدعمكم وبتشجعكم ليها. عاوزاكم كلكم تشجعوها، لانها دي بجد حبيبتي، وانا والله العظيم بتمنى لها الخير. وكمان بقول لكم يا ريت كلكم النهارده تدخلوا للايمي وتسلموا لي عليها وتقول لها احنا جاي لك النهارده من ابداعات فرح. ان شاء الله هتسلموا لي عليها طبعا. وان شاء الله هتتبسطوا جدا من قناتها، ويا رب ان شاء الله تتبسطوا من قناتها وتكتبوا لها كومنتات جميله وتعملوا لها لايك، وكمان تشتركوا في قناتها وتفعلوا الجرس. وانا بقول لكم وعد مني مش هتندموا ابدا حبايب قلبي. يا رب يعجبكم الفيديو بتاعي النهارده كمان. ويلا نخش الايمي ونشجعها وكمان نعمل لايك لفرح، واسيبكم على خير حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده ان شاء الله ناويين نعمل مع بعضنا اكله شعبيه جميله جدا ومحبوبه كمان، مش في مصر بس، كمان في الوطن العربي كله. فاحنا النهارده ناويين نعمل مع بعضنا الكشري المصري الاصيل اللي اغلبيه العرب بيحبوا ياكلوه هنا عندنا في مصر، من الاكلات المشهوره بيها مصر طبعا الكشري. النهارده هنعمل الكشري بتاعنا زي المحلات بالظبط، وكمان هيكون اجمل من اكل المحلات بسبب واحد انك انت عاملاه بايدك، بس الطريقه زي بره بالظبط. احنا هنا زي ما انت شايفه معايا المكرونه الحجم اللي انت بتحبيه، القصه يعني ان انت تحبيها كبيره صغيره زي ما تحبي، بس اكيد طبعا المكرونه سباكيتي انا بحبها جدا طبعا في الكشري. ومعايا هنا طماطم، ومعايا صلصه، كيس صلصه زي ما انت شايفه. وهنا معايا الرز حاطه فيه كوبايه عدس ومقلباه بالطريقه دي اللي انت شايفاها قدامك. وهنبدا واحده هنعمل مع بعض. طبعا هيخش الخل والكمون وحاجات كتير، بس انا مش عاوزه ازحملك الدنيا. هنعمل مع بعضينا حاجه واحده كده مع بعضينا عشان تكون الموضوع بسيط ومش مرهق بالنسبه لك. وكمان اهم حاجه انك انت تستقبلي الموضوع ان هو سهل جدا ومش محتاج اي حاجه. انا دلوقتي بس حابه اقول لك انا هسلق المكرونه، هحط لها معلقتين من الزيت ونص معلقه من الملح وهسلق المكرونه. هيبقى موضوع المكرونه كده خلاص انتهينا منه. وهعصر كمان عصير الطماطم بتاعتي وهركنه، وهنشوف مع بعضنا هنعمل ايه. الرز هعمله ازاي. طبعا حابه الرز اعمله قدامك لان في ناس بتسلقه سليق، انا ما بحبش اسلق الرز على فكره. الكشري دايما الناس تسلقه، بس انا بحب اديله تشويحتين كده في الزيت، بيكون افضل وطعمه كمان اجمل واجمل. اما طبعا معايا هنا كمان البليله انا نقعتها وبديها كده سلقه، هسلقها ان شاء الله وهرجع اوريها لك في النهايه. وحط لها نص معلقه من الكمون. ودلوقتي هنبدا ونقول بسم الله. حبايب قلبي دلوقتي هنبدا ان شاء الله وهنعمل مع بعض الرز. انا حطيت زيت في الحله زي ما انت شايفه كده، وهنبدا نحط الرز والعدس وهبدا اسخن فيهم واقلب. عاوزه الرز بتاعي يكون يسخن كده. طبعا انا حطيت كل الكميه اللي انا هشتغل فيها الرز والعدس.
هسخنه كويس جدا جدا في الحله زي ما انت شايفه، وهكون محضره ميه سخنه من الكتل، وان شاء الله بعديها على طول هضيف الميه، وبرده هنعمل مع بعضينا خطوه بخطوه. هخليكم معانا وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. حبايبي زي ما انتم شايفين خلاص العدس بتاعي كده زي ما انت شايفه خلاص بيسخن. انا دلوقتي هضيف له الميه بتاعته كده خلاص. انا هسيب الرز بتاعي يتشرب. انا ظبطت الملح بتاعه، وكمان هوطي عليه خالص واخليه كده يستوي على نار هاديه، وان شاء الله برضه هتشوف النتيجه في النهايه خالص. وكده خلصنا الرز، والمكرونه كده خلاص بتتسلق، وكمان البليله وكده خلاص قربنا نخش على صلصه الطماطم. قلبي احنا كده قطعنا البصل اللي هو الورد بتاع الكشري زي ما انت شايفاه كده اجنحه، وكمان فتحته من بعضيه، قطعته حلقات كده رايقه جدا جدا وفتحته بالطريقه دي. وهنا مجهزه زي معلقتين كبار من الدقيق عشان خاطر تحصلي على بصل مقرمش، وبقدح الزيت كويس جدا جدا، وهبدا كده اقلبه في بعضيه، وهسيبه كده زي دقيقتين 3. انا مش عاوزه احطه بالدقيق بتاعه كده، مش عاوزه الزيت بتاعي ينحرق، لا عاوزه البصل يبدا يشرب من الدقيق ويعمل غلاف كده زي ايه يند عليه، يعني البصل الميه بتاعته توصل للدقيق كده حلو خالص. ويلا بينا نحمر البصل مع بعض ونشوف هنعمل ايه. الزيت بتاعي قدح، وهبدا احط البصل، وهبدا احمر البصل بتاعتي كويس جدا، واكيد هرجع اوريها لك ان شاء الله لما تخرج واحمرها كده وتبقى لونها جميل جدا. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين احنا حمرنا البصله بتاعتنا وطلعناها خلاص، وحطيت نص معلقه من الثوم. هبدا اشوحها كده في الزيت بتاع البصل، وهكون محضره عصير الطماطم معايا. دي الصلصه بتاعت الكشري، بيبقى الزيت واخد من طعم البصل، وكمان بنشوح فيه 4 فصوص من الثوم، بيبقى ريحتها جميله جدا وطعمها كمان اجمل. دي التكايه اللي ما بيعملوهاش في المحلات، بس طبعا انت بتعمليها في البيت بتزداد جمال بالطريقه دي. في المحلات بيغلوا الصلصه ويسبكوها كده من غير ثوم ولا بصل ولا اي حاجه. انا كده هحط نص معلقه من الملح والشطه حسب الرغبه. انا مش هحط شطه، حابه اعمل الشطه خارجيه من بره، عشان اللي يحب يحط ما يحبش خلاص. حطيت ملح بس وهسيبها تتسبك. بس كمان انا حابه هضيف لها كيس من الصلصه، هتديها قوام وهيديها كمان لون جميل جدا. انت حابه تعملي كده، حابه ما حباش خليكي بس في عصير الطماطم، يعني زي معلقتين كده من الصلصه. بس كده خلصنا احنا الطماطم بتاعتنا. هنا هنعمل الدقه بتاعت الشطه. هنا معايا فصين 3 من الثوم، معلقه من الزيت. هبدا اشوح الثومه بتاعتي كده بتاعت دقه الشطه، تطلع رهيبه بجد بجد. الدقه دي انا ما بعرفش اكل طبق الكشري من غير الدقه اللي انا بعملها دي بتاعت الشطه، تبقى رهيبه بجد. انا كده هشوح الثومه بتاعتي وهضيف لها معلقتين 3 من الخل. معلش انا بصور بنفسي، تلاقيني كده مش مظبطه قوي. خلاص حطيت كبشه كده من صلصه الكشري، وهنا جايبه نص معلقه شطه وهضيفها على الثوم والخل والصلصه بتاعتنا، وهديها تقليبه كده. واحنا كده خلاص انتهينا منيها، وهنطفي عليها، وانتهينا من دقه الشطه. الدقه دي الناس اللي بتحب الشطه والحاجه الحاره تعملها بجد بجد روعه. وهنا بعد ما شوحنا الثوم في الزيت اللي هو باقي من البصل خلاص، حطيت الطماطم واتسبكت، وحطيت لها كمان كوبايه من الميه، وخلاص كده بدات تغلي. وخلاص برضو هطفي عليها، وكده يبقى خلصنا الرز والمكرونه والدقه والصلصه
وكمان يعني دلوقتي خلاص هجهز لكم الطبق النهائي. قلبي انا خلاص كده من طبق الكشري بتاعي. طبق الكشري بتاعي زي ما انتم شايفينه شكله روعه، وصدقوني طعمه كمان احلى من شكله. يا رب كده يعجبكم، ويا ريت ان شاء الله ان شاء الله تنفذوه، واللي يشوف الفيديو ويعجب بيه يا ريت يعمل له لايك وشير ويشتركوا في قناتنا كمان. واسيبكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.